وراء كل شيء معروف شيء مجهول، ووراء كل واقع خيال، ووراء كل شيء طبيعي شيء غير طبيعي. كل المطلوب منك دلوقتي انك تجيب سماعتك الجميلة وتقعد في مكان هادي وتقفل النور، عشان احنا النهاردة هنفتح باب الغرفة 13 ونتعرف على أسرار ما وراء الطبيعة، ومنها موضوع الحلقة. صحيت الصبح على صوت المنبه الساعة 7:30، لأن كان عندي انترفيو في مدرسة ثانوية بنات، وكنت مكلم صاحبي مصطفى علشان يعدي عليا الصبح لأنه معاه عربية وهياخدني معاه في طريقه. صحيح، نسيت معرفكم بنفسي. أنا خالد، عندي 24 سنة، اتخرج بقالي سنتين من كلية التربية الرياضية. اشتغلت قبل كده مدرس ألعاب في مدرسة ثانوي، وكانوا الطلبة بيحبوني قوي علشان كنت قريب من سنهم. بس للأسف سبتها سبتها لما خطيبتي سلمى توفت. وأنا ومستني صاحبي علشان يجي بالعربية، سرحت سرحت شوية وافتكرت اليوم اللي ماتت فيه خطيبتي. كان يوم زي أي يوم عادي. خلصت حصص المدرسة وجه وقت الانصراف، وهي كانت دايما بتتصل بيا في الميعاد اللي بخلص فيه. وفعلا اتصلت بيا وفضلنا نتكلم وقت طويل، وفي نص المكالمة قالت لي إنها نازلة تجيب حاجة، فقلت لها خلاص خليني معاكي علشان أبقى مطمن عليكي. واحنا وبنتكلم منسجمين مع بعض، فجأة سمعت صوت سويت وخبطة عربية، والمكالمة قفلت. ساعتها حسيت إن الزمن وقف بيا، وقف مرة واحدة. ما بقتش عارف أتصرف إزاي ولا أعمل إيه. كل اللي كنت بعمله إني بحاول أرن عليها، لكن مفيش شبكة، مش بيرضى يرن. لحد ما سمعت صوت محدش فينا بيحبه. إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا، برجاء إعادة الاتصال في وقت لاحق. أنا ساعتها اتجننت حرفيا، ووقفت تاكسي ورحت لها البيت. وأول ما وصلت لقيت في ناس كتير واقفة تحت العمارة، وسألتهم في إيه. فواحدة قالت لي إن بنت حاج غالب خبطتها عربية وخدوها المستشفى. بنت الحاج غالب دي تبقى سلمى، خطيبتي. فجأة سمعت صوت كلاكس عربية جامد. ساعتها عرفت إن مصطفى وصل علشان نروح الانترفيو. وأول ما شافني: مالك يا ابني، وشك مخطوف كده ليه على الصبح؟ واحنا في الطريق سرحت تاني نفس اليوم. انت لسه برضه بتفكر في اليوم ده؟ خلاص بقى يا خالد انسى، هي في مكان احسن دلوقتي. جريت على المستشفى اللي قالوا لي عليها، واول ما وصلت سمعت صوت صريخ وصويت. عرفت انها فرقت الحياة. حسيت نفسي دخلت دوامة، مش سامع اي حاجة، ومش عارف افكر، مش عارف ابكي، مش عارف اعمل اي حاجة. كل اللي عملته ساعتها اني دخلت الأوضة وبصيت في عينيها.
بصيت لآخر مرة لحد دلوقتي، مش قادر أنسى نظرة عينيها. يلا خالد وصلنا يا ريتني أنا اللي مت. خالد. أنا عايش ليه؟ حياتي ما بقاش ليها لازمة. خالد. إيه يا ابني أنت لسه سرحان؟ لا 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 ولا حاجة، أنا معاك. معايا إيه بس؟ أنت مش مع حد خالص. انزل يا ابني، وصلنا المدرسة الحمد لله على السلامة. أنا هخلص مشاويري كده في السريع وهجيلك. نزلت ورحت عملت الانترفيو، وطبعا زي أي انترفيو قالوا لي هنرد عليك خلال أسبوع. وأنا وطالع لقيت مصطفى داخل المدرسة. قلت له أنت إيه اللي رجعك تاني؟ قال أنا خلصت مشواري فقلت أعدي عليك أطمن عملت إيه. بس استنى بس هوصل الحمام وأجيلك. ووقفت استنيته، بس هو طول قوي، فقلت أتمشى شوية في المدرسة لحد ما أوصل للحمامات وأشوف اتأخر كده ليه. وأنا وبتمشى لقيت طالبة قاعدة في الحوش، قاعدة لوحدها من بعيد. ما كنتش شايف ملامحها كويس، بس حسيت إنها بتعيط. فقربت منها واحدة واحدة لحد ما ملامحها بدأت تبان. لقيتها شبه سلمى. لا، دي هي سلمى. لقيت نفسي اتخضيت وجسمي سخن قوي، اتكتفت مكاني مش قادر اتحرك. لقيتها بتبصلي وبتقولي مالك في ايه؟ باصصلي كده ليه؟ بقيت واقف مش عارف اقول لها ايه. انا اكيد اتجننت. قلت لها انا شفتك بتعيطي فقلت اجي اشوفك مالك. لقيتها بتقولي لا انا بس جبت درجات وحشة في مادة كنت واخدها ملاحق. فقلت لها ربنا معاكي. ولقيت مصطفى بينادي عليا من بعيد وبيقول لي يلا يا خالد تعالى علشان نمشي. فرجعت ابص لها تاني علشان اسلم عليها، لكن ما لقيتهاش. ركبنا العربية ووصلني لحد البيت، لكن طول الطريق وانا مصدوم، مصدوم من اللي شفته. ومش عارف هو ده كان حقيقي ولا تهيؤات ولا ايه. عدت الايام وانا عمال افكر في البنت اللي شبه سلمى دي، لدرجة اني فكرت اروح المدرسة تاني يمكن اشوفها. لحد ما جه يوم السبت اللي كان قبل بداية العام الدراسي الجديد بيوم، وانا خلاص كنت فاقد الامل اني اشتغل في المدرسة دي. لكن وانا بتفرج على التلفزيون لقيت الموبايل بيرن. قلت اكيد مصطفى، يعني محدش غيره بيكلمني. لكن كان رقم غريب. رديت عليه لقيت واحدة بتقولي مبروك يا مستر خالد تم قبولك في وظيفة مدرس الألعاب عندنا، بكرة هتبتدي إن شاء الله. قفلت معاه وأنا على وشي ابتسامة كأني رايح أشوف سلمى، مش أشوف واحدة شبهها. المهم رحت عشان أحلق داني، وأنا وبحلق داني لقيت دم كتير بينزل من وشي، مع إني متأكد إني معورتش نفسي. فضلت أغسل في وشي كذا مرة، لكن برضو الدم بينزل تاني ومش راضي يقف.
ومرة واحدة لقيت باب الحمام اتقفل عليا والنور قطع. فضلت استعيذ بالله لحد ما سمعت صوت ضحكة عارفها كويس، صوت ضحكة سلمى خطيبتي. بصيت ورايا لكن مش شايف حاجة من الضلمة. ولقيت صوت الضحك اتكرر تاني، بس المرة دي بدأ الصوت يتحول صوت مرعب. فجأة لقيت النور بدأ ينور ويطفي، لكن هو بينور ويطفي لمحت واحدة واقفة في البانيو، شعرها اسود طويل وكتير كتير قوي لدرجة انه مغطي وشها طالع من البانيو وواصل لحد رجلي. حاولت اجري واصرخ لكن ما قدرتش حتى اغمض عيني. فجأة بدأت تضحك جامد بصوت عالي قوي. وبدون مقدمات سكت وبدأت تعيط. وساعتها بدأت أشوف ملامح. شفت وش سلمى، وشها بالظبط بنفس الملامح، بس كان لونها أبيض أوي، مفيش دموية، كأنها محفوظة في تلاجة بقالها 100 سنة. وعينيها حمرا أوي لدرجة إنها بتنزل دم. وفجأة لقيتها نزلت من البانيو وماشية ناحيتي، ماشية بخطوات بطيئة. مرة واحدة جريت في وشي بسرعة واغمى عليا. صحيت على صوت مية من كل ناحية وحاسس إني عايم في بحر. لقيت نفسي نايم على أرض الحمام وغرقان مية وكل حنفيات الحمام مفتوحة. قمت بسرعة وببص في الساعة، لقيتها الساعة 6:30 الصبح. المفروض اتحرك على المدرسة دلوقتي. فطرت نفسي بسرعة ووصلت المدرسة علشان ألحق الطابور مع الطلبة والمدرسين واستلم شغلي. خلصت الطابور وبدأت حصتي الأولى. كنت مستني أشوف البنت اللي شبه سلمى، لكن ما لقيتهاش في الفصول اللي كانت معايا في أول يوم. وعدى اليوم على خير. روحت البيت وأنا تعبان، قلت أروح أنام لي شوية. واقف بالليل في نص طريق سريع فاضي وحواليا صحراء واسعة وسلمى واقفة قدامي بس بمسافة بعيدة شوية وبتصرخ. وانا عمال اجري عايز اوصل لها ومش عارف، كل ما اقرب منها بتبعد لحد ما لقيت نور عربية جاي من وراها ماشية بسرعة. فضلت انده عليها واقول لها تخلي بالها،
خلي بالك. لكن كأني مش بتكلم ولا طالع مني صوت، لحد ما العربية خبطتها قدام عيني وانا مش عارف اعمل حاجة. صحيت على صوت رنة الموبايل بتاعي. ايوه، كان حلم، مجرد حلم. ومصطفى كان بيرن عليا، كان عايزني انزل احضر ماتش الاهلي، لكن انا مكنتش قادر انزل. وقفلت. قلت اقوم افوق واعمل لي كوبايه قهوه. ولسه بحط رجلي على الارض حسيت اني حطيت رجلي على حاجه طريه كانها ايد بني ادم. وفجاه لقيتها اتسحبت لتحت السرير مره واحده من غير حتى ما اشوف هي ايدي. بس لما بصيت لقيت دم كتير جاي من تحت السرير. فنزلت بصيت تحت السرير، ولقيت جثة. أيوة، جثة واحدة نازل منها دم كتير قوي، متغطية بكفن أبيض كله دم. رجعت بظهري لورا من الخضة، وأنا قاعد على الأرض بقيت مش عارف أعمل إيه. أجيبها من تحت السرير أشوف مين دي، ولا أبلغ الشرطة وألبس مصيبتها أنا. فجأة لقيت النور قطع. لكن المرة دي ما حصلتش حاجة، ورجع تاني بعد 3 دقايق. فرحت بصيت على الجثة، لكن ما لقيتهاش. ولا لقيت الدم، ولا في أي حاجة غريبة في الأوضة. قمت علشان أروح على المطبخ وأعمل كوباية القهوة، وأنا عارف كويس إني مش هعرف أعملها. وأول ما وصلت المطبخ ولسه بفتح النور لقيت سلمى في وشي. أيوة، سلمى. بس كانت مشنوقة بحبل نازل من سقف المطبخ، نازل منها دم كتير كتير قوي. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي، بس ما قدرتش اقولها غير مرة واحدة بس. اول ما قلتها لقيت لساني اتشل، ولقيتها فتحت عينيها وبقت بتصرخ بصوت عالي، بصوت غريب، وبتقولي: انت ازاي بتفكر في واحدة غيري؟ ابعد عن ريم. وبعدها فضلت تصرخ جامد جامد قوي. وفجأة طلع من بقها دخان اسود كتير قوي، وما بقتش شايف حاجة حتى مغمى عليا.
صحيت لقيت نفسي الصبح في نفس الميعاد اللي صحيت فيه في اليوم اللي قبله. لبست ورحت على المدرسة، بس اليوم كان مختلف المرة دي، لأني شفت البنت اللي شبه سلمى. كانت في فصل تانية تاني، وده الفصل اللي كان معايا النهاردة. مش عارف ليه فرحت قوي ساعتها، نسيت كل اللي حصل لي في الأيام اللي فاتت. ولقيت نفسي رايح ناحيتها وبسألها انت اسمك ايه؟ قالت لي اسمها ريم. وأول ما قالت اسمها صدمت. الصدمة كانت باينة على وشي قوي، لدرجة إنها قالت لي مالك؟ مالك يا مستر، اسمي وحش ولا إيه؟ قلت لها لا لا طبعا، ركزي بس في التمرين. ورجعت لنفس مكاني عشان أشوفهم كلهم، بس عيني ما كانتش بتنزل من عليها. وخلصت اليوم التاني وكنت فرحان جدا. فضلت سرحان وبفكر فيها لحد ما وصلت البيت. وانا بفكر لقيت باب الشقة بيخبط. قلت اكيد مصطفى. ولما فتحت لقيت مامة سلمى خطيبتي. دخلت قعدت وفضلنا نحكي كتير ونفتكر ايامنا انا وسلمى ولما جيت اتقدمت لها. وفي اخر الكلام لقيتها بتقولي حاجة غريبة. لقيتها بتقولي ابعد عن ريم، ابعد عن ريم يا ابني، بلاش تجرح سلمى في قبرها. قلت لها ريم؟ ريم مين؟ انا مش فاهم حاجة. لقيتها بصت لي بصة غريبة بعينيها. حسيت ان حد تاني اللي بيبص لي، مش هي. وقامت فتحت الباب ومشيت من غير حتى ما تقولي سلام. نزلت وراها علشان ما تزعلش مني وافهم على الاقل هي عرفت ريم دي ازاي. لكن ما لحقتهاش او ما لقيتهاش. قلت اطلع اتصل بيها اعتذر لها وافهم الدنيا. ولما كلمتها لقيتها بتقولي في التليفون انها ما جاتش ومنزلتش من البيت اصلا. فقالت لي يا ابني انت نفسيتك وحشه قوي من بعد سلمى الله يرحمها، حاول تروح لدكتور وانا وعمك هنساعدك. قلت لها لا لا مش داعي، حصل خير، مفيش حاجه حصلت، يمكن كنت بحلم. وقفلت معاها وبقيت قاعد مستغرب ايه اللي بيحصل معايا ده. فضلت قاعد بفكر لحد ما نعست. وصحيت على تالت يوم ليا في المدرسة. كان جدولي في اليوم ده فاضي، ما عنديش حصص، فكنت قاعد في الحوش قدام غرفة التربية الرياضية بسلي نفسي. وفجأة لقيت أكتر بنت كنت بتمنى أشوفها من ساعة طويل، ريم. لقيتها قاعدة في الحوش وبصالي مبتسمة وبتحرك في شعرها بالراحة. كان شعرها وابتسامتها زي سلمى بالظبط. وفجأة لقيتها جايالي، قالت لي أنا هربانة يا مستر على فكرة، مش هتزعقلي؟
لقيتني بقول لها لأ، أنا بحب وجودك جنبي. مش عارف ازاي قلت لها كده، بس حسيت إني بكلم سلمى. قالت لي وأنا كمان بحب أكون قريبة منك. فسألتها سؤال غريب، قلت لها انتي اسم باباكي ايه؟ لقيتها بصت لي بصة غريبة وبرقت فيا. استغربت أوي من بصتها، لكن قالت لي أنا ما عنديش أب أصلا. ولسه هسألها ازاي، لكن سمعت صوت المديرة بتزعق من بعيد، فقلت لها يلا يا ريم اطلعي على فصلك دلوقتي. لكن اتفاجئت بإنها بتقول لي لأ، مش هطلع. قلت لها تاني يلا علشان ما يحصلش مشكلة. قالت لي لأ مش هطلع. والأغرب من كده إني لقيتها بتقول لي أنت هتعاند معايا زي ما كنت بتعاند مع سلمى ولا إيه؟ صدمت. هي عرفت سلمى ازاي؟ قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يلا اطلعي على فصلك بسرعة. لقيتها اتخضت مني وحسيت بدموع في عينيها وجريت وسابتني. عدى شوية وقت وقلت انا لازم اطلع الفصل اعتذر لها، بس لما طلعت كان في حصة شغالة عندهم، فبصيت من شباك الفصل لكن ما لقيتهاش. قلت اكيد هربت، بس مش مشكلة، هبقى اشوفها بكرة. لكن تعدي ايام كتير هي مش بتيجي، لدرجة إني طلعت سألت مشرفة الدور، قالت لي في 7 اسمهم ريم في نفس الفصل، أنهي ريم بالظبط اللي بتسأل عنها؟ قلت لها خلاص خلاص ومشيت. وأنا طالع من باب المدرسة بعد ما اليوم ما خلص اتفاجئت بالمديرة بتندى عليا، بس شكلها كان متضايق. المهم دخلت لها ولقيت موجود 3 طالبات واقفين جنبي، فسألتهم قولوا كده مستر خالد بيعمل ايه؟ لقيتهم بيقولوا انهم شافوني بزعق جامد وبكلم نفسي كتير مع بنت اسمها ريم، وان هما بقوا بيخافوا مني. لقيت المديرة بتقول لي انت من ساعة ما اتعينت في المدرسة وكل الطالبات بيشتكوا منك انك مريض نفسي وبتكلم نفسك كتير. قلت لها ما حصلش، ولما كنت بزعق في الحوش كنت ساعتها بكلم بنت كانت هربانة من الحصة. قالت لي اليوم ده كان بالظبط؟ قلت لها كان من 3 أيام، أنا متأكد. قالت لي اليوم ده كان في رحلة لكل فصول تانية ثانوي، الفصول كانت مقفولة واللي ما طلعش الرحلة ما جاش أصلا. ساعتها ما بقتش قادر أفكر، خلاص عقلي وقف، حياتي وقفت معاه. لقيت نفسي طالع وفي ايدي ورق تعييني، ماشي من المدرسة خلاص، وانا حتى مش عارف ادافع عن نفسي. بدأت فعلا اشك اني مريض نفسي، وان كل ده كان تهيؤات. نزلت من عند المديرة وكان طريق الباب الخروج، وانا وطالع
لقيت ريم. أيوة، هي ريم واقفة ومبتسمة. جريت عليها قلت لها انت كنت فين؟ انا واقع في مشكلة كبيرة ولازم تساعديني. تعالي معايا عند المديرة ووريهم انك فعلا حقيقية مش خيال. قالت لي لا، مش هاجي. لقيت نفسي اتعصبت عليها ومسكتها من دراعها جامد وبدأت أشدها جامد علشان تيجي معايا. فبدأت تصوت تصرخ جامد وعينيها بدأت تنزل دم، بس ما اهتمتش. فجأة حسيت إنها بقت خفيفة أوي، كأني بشد هوا. أيوة، أنا كنت بشد هوا، لأني لما بصيت لها ما لقيتهاش. إيدي كانت ماسكة هوا، مش ماسكة حاجة. وقتها طلعت أجري على البيت وأنا كل اللي حواليا باصين لي باستغراب. ومن وقتها وأنا ما خرجتش من البيت ولا برد على أي حد بيرن عليا أو بيجيلي البيت. وفي يوم كنت تعبان قوي من التفكير ورحت نمت. ولما صحيت في ضلمة وعلى صوت شرارة كهرباء جاية من اللمبة الوحيدة اللي محطوطة في الأوضة اللي أنا فيها. كانت اللمبة بتطفي وتنور والأوضة كلها فاضية مفيهاش غيري أنا وسلمى. أيوة، سلمى واقفة في وشي لابسة أبيض وبصالي ومبتسمة. طالع من وراها ريم بنفس لبس يونيفورم المدرسة. كانوا بيضحكوا بصوت عالي مرعب، وأنا ساعتها كنت متكتف مش عارف أعمل أي حاجة. فجأة سمعت صوت تعابين كتير. بصيت تحتي ولقيتهم حواليا في كل حتة على الأرض. كانت تعابين سودة ومرعبة وبدأوا يطلعوا عليا وكتفوا جسمي. سلمى وريم يقربوا بالراحة لحد ما فضلت أصرخ وأقول لهم سيبوني في حالي، سيبوني، عايزين مني إيه؟ لقيت عيني بتفتح على لمة ناس كتير لابسة أبيض واقفين حواليا، ولقيتهم بيقولوا لازم ياخد جلسة تاني. سألتهم في إيه لكن محدش رد عليا. فجأة لقيتهم بيشيلوني وأنا متكتف ودخلوني أوضة عرفتها من قبل ما أدخلها. أوضة الكهرباء. أيوة، أنا في مستشفى أمراض عقلية. حماية وحماتي ودوني المستشفى دي لما لقيوا حالتي بتتدهور. الناس فاكراني مجنون، بس أنا والله العظيم مش مجنون. أنا بشوفهم كل يوم. أيوة، كل يوم بيجولي الأوضة ويفضلوا يضحكوا. وأوقات كانت سلمى بس اللي بتيجي وتفضل تعيط. في يوم لقيت سلمى بتقولي انت وحشتني قوي، لقيتها بتمدلي ايدها وبتقولي تعالى معايا. وانا طبعا من غير ما اتردد مديت ايدي علشان عايز اروح معاها.
متقلقوش، خالد ما ماتش، لكن هو لسه معانا في المستشفى. حالته كل يوم بتتدهور عن اليوم اللي قبله. ولو حابين تعرفوا أنا مين، أنا الشخص الوحيد اللي يصدق إنه مش مجنون. أنا سلمى، الدكتورة اللي ماسكة حالته. بس وبكده تكون حلقتنا خلصت. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعمنا بالشير وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل جديد. سلام.